ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير، عيد سعيد عليكم يا رب. عودة للفيديوهات وعودة من جديد لمتابعة الماتشات. بقالنا فترة ما عملناش فيديوهات، بقالنا طبعا مش عارفين نتابع. كنا بنتابع الأخبار أول بأول، لكن ما كانش في وقت إن أنت تعمل فيديوهات نظرا لضغط الموسم. الأسبوع الأخير قبل العيد الكبير زحمة في الشغل، في ضغط في الشغل، لكن الحمد لله الأمور عدت على خير والأمور عدت تمام. كل عام وانتم بخير. تاني ايام عيد الاضحى، وان شاء الله السنه الجايه نكون على جبل عرفات، واي حد بيتمنى حاجه ان شاء الله ربنا يحققها له. ايام مفترجه والدعوه فيها بتبقى يعني مقبوله، يا رب يستجيب مننا. وعيد سعيد على اخواتنا في فلسطين، يا رب انصرهم، يا رب يحميهم. ويا ريت يا جماعه ان احنا ما ننساش الدعاء لاخواتنا في فلسطين، يعني ان شاء الله يعني عيدهم يكون مقاومه، ويا رب يا رب النصر يكون من نصيبهم. النهارده ان شاء الله النادي الاهلي بيعود للتدريبات. عندنا النهارده برضو 3 ماتشات، لكن خلينا نتكلم معاك في النادي الاهلي اولا. النادي الاهلي النهارده اللعيبه بترجع للتدريبات. امبارح كانوا اخذوا راحه اجازه اول يوم العيد، مارسيل كولر ادى لهم اجازه، لكن النهارده العوده للتدريبات. الاثنين هيعملوا تمرينه، بعد كده النادي الاهلي او مارسيل كولر بيعلن قائمه مباراه الاتحاد. الاهلي النهارده بيسافر اسكندريه، بيعمل مبيت نظرا بكره ان شاء الله اللقاء الساعه 7 مع الاتحاد السكندري في ملعب برج العرب. مباراة صعبة جدا، عايز اقول لك ان المباراة مش هتبقى سهلة خالص. النادي الاهلي بعد فوزه على فريق فاركو 2-1 قدر يرفع رصيده ل 36 نقطة في المركز الرابع. نادي الاتحاد برضه مركز ثاني 36 نقطة، نفس عدد النقاط. عايز اقول لك ان النادي الاهلي الناس كلها عارفة اللي هو داخل على معجنة كروية، داخل على يعني ملحمة. عندك كذا ماتش ورا بعض، النادي الاهلي محتاج اللي هو يكسب الماتشات كلها. كل مباراة النادي الاهلي بيلعبها هي بمثابة مباراة نهائي علشان اللي هو يرجع تاني لصدارة الدوري. عايز اقول لك ان بيراميدز كل ما بيكسب بيعمل ضغط على النادي الاهلي. عايز اقول لك ان بيراميدز الناس كلها يعني مساعداه، مسهله له كل حاجه، سواء المباراه اللي فاتت او المباراه اللي جايه اللي هتلعب مع فريق بلديه المحله. اللي عملوها يعني قبل مباراه بلديه المحله نقل المباراه لملعب السويس، وانا مش عارف يعني فين تكافؤ الفرص. هل مثلا هتلاقي حد يطلع يقول لك في تكافؤ الفرص او حاجه؟ لا، مباراه البلديه او مباراه بيراميدز اللي جايه كانت المفروض تكون على ملعب البلديه او ملعب غزل المحله في البلديه في المحله، لكن الناس قال لك في صيانه في الملعب، والناس ايه يعني اللودر دخل وشالوا الارضيه تمام، مفيش فيها اي مشكله، وانا مش عارف اشمعنى دلوقتي، بس ما علينا. لكن حكايه اللي انت تنقل مباراه بيراميدز والبلديه وهي مباراه البلديه توديها السويس، فده حاجه صعبه جدا، فده حاجه يعني انت بتموت لاعيبه البلديه. اتمنى اشوف حد يطلع يقول لك تكافؤ الفرص، لكن طبعا مستحيل تلاقي حد طالع يقول لك فين تكافؤ الفرص طالما الموضوع ما هواش فيه الاهلي، او الموضوع ما هواش مثلا جاي عليهم بحاجه يقول لك لا ما فيش اي مشكله عادي العب في ملعب السويس وكل حاجه. يعني البلديه هتاخدها من المحله تلعبها في السويس وهي ماتش البلديه. اي عقل يقول لك كده ما انتش عارف. فالمهم ده مش موضوعنا، احنا عارفين ان الناس كلها السنه دي عايزه تدي الدوري لبيراميدز. الناس كلها لقت اللي ما فيش منافسه من الابيض بخطين حمر، فيقول لك خلاص يعني ادي الدوري بقى ايه او ساعد مين؟ بيراميدز. وانا في فيديو من الفيديوهات قلت لك ان في احتواء سماوي، في احتواء سماوي سواء في تعيين حكام او في ارضيه الملعب او تغيير الملاعب. زي ما انت عارف قلت لك السنه دي احتواء سماوي، لان الدوري فيه طرف ثالث متجه له. الناس لقوا الاحتواء للزمالك السنه دي بعيد عن المنافسه، فقال لك احنا مش عايزين الاهلي ياخد الدوري، فبالتالي لازم الدوري يكون راح فين؟ لبيراميدز. فان شاء الله يعني باذن الله لعيبه الاهلي كل مباراه تقدر تخلصها ونقدر نكسب كل الماتشات ونرجع للدوري. انت تريد وانا اريد، والله يفعل ما يريد. والدوري المصري يعني ايه؟ الدوري المصري يعني الكل يعيش الوهم والدوري في الجزيره. طيب 3 ماتشات النهارده الساعه 4، وكأن الناس المسؤولة عن الكورة في مصر بتعاند. في عز الحر انت بتلعب 3 ماتشات، بتلعب ماتش الساعة 4 ليه؟ كل ده عشان توفر شوية كهرباء؟ انا مش عارف. عندك الساعة 4 اللقاء الجونة مع البنك الاهلي، ده يلعبوا فين؟ في الغردقة. يعني انت متخيل يكون بتلعب في الغردقة رطوبة وجو حر وتلعب الساعة 4؟ انت حرفيا بتموت اللعيبة، بتموت اللعيبه حرفيا. انت تلعب مباراه في الغردقه، ملعب زي ملعب الجونه في الغردقه اللي بيطل على البحر مع الرطوبه والجو الحار، تلعبوا الساعه 4؟
الجماعه بتوعنا والله العظيم يا جماعه انتوا مش هترجعوا غير لما يحصل كارثه، مش هترجعوا غير لما لاعب يقع من طوله. بعد كده بقى ايه؟ تبداوا تاخدوا الاجراءات. يعني احنا ما ينفعش نعمل حاجه صح غير لما نقع فيها. الساعه 7 عندك ماتشين، الاسماعيلي مع انبي والزمالك مع المصري. وهنا بقى نبدا نتكلم، طالما جبنا سيره الزمالك. في خلال اليومين اللي فاتوا احنا شايفين شياط بسبب اعلان فيلم اولاد رزق او القضيه ممكن، وبسبب ان وجود واحد زي امام عاشور في الفيلم. يعني جمهور الزمالك، يعني بص، انا عايز اقول لك حاجه. راهن على الاسد تلقى الرهان كسبان. ازاي؟ من وجهه نظر انا، او ممكن يعني اللي تخيلته، ان فيلم اولاد رزق، وزاره الترفيه في السعوديه عملت الفيلم الجزء الثالث ولاد رزق، وحطت بين قوسين القضيه ممكن. وقامت جايبه بقى الاعلان عن الفيلم مارسيل كولر مدير الفني للنادي الاهلي، امام عاشور اللي عامل شياط كبير جدا، وان كل الضجه اللي اتعملت ده بسبب الاعلان، بسبب وجود واحد زي امام عاشور في الاعلان. محمد عبد المنعم ومحمد مجدي قفشه صاحب القضيه. طيب انا لو جيت مثلا اتكلمت، انا شايف ان الناس في السعوديه لقت ان ولاد رزق الجزء الثالث، الجزء الاولاني عمل ضجه وجاب ايرادات، الجزء الثاني، الجزء الاول عمل ضجه وجاب ايرادات، الجزء الثاني عمل برضه ضجه وجاب ايرادات، الجزء الثالث ممكن يكون الناس اخذت احساس اللي هو ايه، الناس هتبدا تمل. الناس تقول لك يا عم احنا دخلنا الجزء الاولاني ودخلنا الجزء الثاني، فايه سيبك بقى من الجزء الثالث، ممكن يقول لك لا مش هيكون في جديد. فده ممكن تكون بعض الحاجات اللي خوفت الناس المسؤولين عن الفيلم، فقال لك لا احنا لازم نعمل حاجه اللي هي ايه، تجيب الناس. طيب تعمل ايه؟ تحط القضيه عنوان في الفيلم، وتجيب مين؟ تجيب واحد زي قفشه، واحد زي امام عاشور، اللي هتخلي الناس كلها تخش الفيلم بسبب الاثنين دول، قفشه مع امام عاشور، وبسبب اللي الكلمه اتحطت. تعال نشوف اللي ايه الفيلم اللي يقول لك ان فيه القضيه بين قوسين. ايه الناس كلها هتروح علشان خاطر الاسم اللي اتعمل، علشان خاطر الاعلان اللي اتعمل. ما هو الاعلان اللي اتعمل للترويج للفيلم، الاعلان ده لوحده لو انت ما اتفرجتش على الجزئين اللي فاتوا هيخليك تخش تتفرج على الجزء الثالث بسبب اعلان النادي الاهلي. وهنا عايز اقول لك ان انت لما تكون عندك اي منتج وجايب فيه لاعب من الاهلي، اعرف اللي هو كسبان. سواء منتج اكل، منتج شرب، تليفونات، تلفزيونات، منتج سياحي، اي حاجه انت عاوز تسوقها وجايب لاعب من الاهلي، اعرف اللي انت هتنجح. ليه؟ لان النادي الاهلي هو الاكثر شعبيه في مصر والوطن العربي. والدليل على الفيلم ده اكد لك ان النادي الاهلي الاكثر شعبيه في الوطن العربي، في السعوديه، في الخليج، في كل الوطن العربي، في مصر برضه. لان انت هي خلاص طبيعي بقت معروفه، انت لو جبت لاعب من الزمالك يعمل لك انتاج او يعمل لك اعلان في منتج، اعرف الاعلان مش هيكسب. فالناس بتراهن على الاهلي، راهن على الاهلي تلقى الرهان كسبان. هي من وجهه نظري كده، مع ان الفيلم فيه احمد عز، فيه عمرو يوسف، عندك مثلا آسر ياسين، الجزء الثالث فيه داخل كريم عبد العزيز، ما اعرفش كان موجود معاهم في الجزئين اللي فاتوا ولا لا. فالفيلم يعني فيه نخبه، الفيلم اساسا مش محتاج الا حد ينجحه. يعني فيلم بالاسماء ديت هو كده كده ناجح. لكن انا يعني مش في تخيلي ان ممكن مثلا ان الناس اتفرجت عن الجزئين اللي فاتوا فيقول لك ان الجزء الثالث مش هيكون في حاجه جديده. فالناس في السعوديه او الاداره المنتجه عن الفيلم، المسؤوله عن الفيلم، حطت لك اللي هي القضيه مع اعلان لعيبه الاهلي والمدرب، هم دول اللي هينجحوا الفيلم. الفيلم ناجح، لكن هم خافوا ان الناس تقول لك لا ده مش هتلاقي في حاجه جديده. فعملوا البرومو ده، عملوا الاعلان ده علشان تجيب رجل. طب تعالى بقى نشوف الفيلم اللي بيقول لك ايه، القضيه دي. فمن هنا تراهن على الاهلي تلقى الرهان كسبان. الحاجه الثانيه، شفت بعض الناس من جمهور الزمالك، انا مش عايز اعمم لكن خلينا اقول لك مثلا بعض الناس من جمهور الزمالك قال لك اللي احنا هنقاطع الفيلم. انا عايز اقول لك، انت متخيل هل عقلك موديك اللي انت لما تقاطع فيلم هيسقط؟ هل عقلك موديك اللي انت حد بيعمل لك حساب؟
هل مثلا عقلك موديك اللي انت لا احنا لازم نقاطع الممثلين دولت، لازم يبقى لنا رد فعل؟ انا عايز اقول لك انت كحيان يا محمد، انت ما حدش بيعمل لك حساب. ما تفكرش اللي انت وجودك في الفيلم او مقاطعتك للفيلم ده هتأثر مع الفيلم في حاجة. ما هو انت لو كان ليك تأثير، انت لو انت واحد من الجمهور، لو كان لك تأثير في حاجة او انت الاكثر شعبية زي ما البعض منكم متخيل، كان الناس جابت اي لاعب من الزمالك في الاعلام. كانت الناس جابت رجل مثلا يقول لك لا ده احنا لازم نجيب مثلا جمهور الزمالك. ليه؟ لان الجمهور الاكتر. لو الناس كلها مفكر ان الناس دي تفكيرها زي تفكيرك، تبقى انت غلطان. تبقى انت لسه على نياتك، مش عايز تبص للدنيا بزاويه تانية. لا ده انت باصص للدنيا بزاويتك انت، انت باصص للدنيا بعقليتك انت. فهتفضل كده، هتفضل في المستوى اللي انت فيه، هتفضل برضه في الصوره اللي انت فيها، في الزاويه اللي انت فيها. فيا جماعه احنا لازم نرضى بالواقع، لازم ترضى بالواقع عشان تقدر تعيش مع الناس. انت في تخيلك ان انت النادي الاكثر شعبيه في الوطن العربي او في مصر، فدي حاجه غلط. ده حاجه غلط. حاجه زي ديت اهي ثبتت لك ان الاهلي هو الاكثر شعبيه. حاجه تانية لما كانت اتحاد الكوره او لجنه المسابقات تعمل كل مباراه في الدوري مين اللاعب الافضل او تصويت للاعب الافضل، انت كنت بتخسرها. كنت بتخسرها. تقول لي بقى اللجان الالكترونيه، تقول لي اللجان ما اعرفش ايه، انت كنت بتخسرها. فمباراه في فيلم زي النهارده، فيلم زي بتاع اولاد رزق القضيه او الجزء الثالث، ثبت ان انت ما انتش الاكثر شعبيه. النادي الاهلي اكثر شعبيه في الخليج، في الوطن العربي، في مصر. فما تقوليش اللي انت وانت مش قادر تحمل لعيبه عندك، فتقول لك اللي انت تعمل حمله على الفيلم وهنسقط الفيلم. تسقط مين؟ تسقط مين؟ انت مش قادر ترجع لعيبتك، انت مش قادر تحمي لعيبتك، انت مش قادر تعمل حملات اللي انت ازاي تدافع عن اللعيبه عندك. عايز تعمل حمله اللي انت تسقط فيلم فيه احمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، في كريم عبد العزيز، فيلم معمول له برومو او معمول له اعلان قبلها اسم القضيه، وجايب امام عاشور مع لعيبه الاهلي وقفشه وكولر ومحمد عبد النعيم. انت عايز تسقط الناس ديت ازاي؟ ايه العقليه اللي موداك اللي بتقول لك ان انت لما تقطع الفيلم هيسقط؟ مستحيل. انت ما حدش بيعمل لك حساب، انت ما حدش عارف اللي انت موجود معانا اساسا في الكوكب. فدي حاجه والله العظيم هي المفروض يعني انت اعرف حجم النادي او اعرف مثلا حجم الشعبيه اللي انت فيه. بس يعني هو الواحد مش عايز يتكلم كتير، لان بصراحه انا شفت في اليومين اللي فاتوا يا عم انا قلت مثلا ايه، خلاص هو اعلان واتعمل. لكن الاعلان ما طلعش اعلان واعلان كده والسلام، لا ده الاعلان تسبب في حاله من الشياط رهيبه. يا جماعه احنا في عيد، يعني المفروض مثلا يعني اخرج، روح مع الناس، خد اسرتك، روح هنا تعالى من هنا. لكن الناس كلها قاعده مركزه في الاعلان، وتلاقي البعض طالع عامل لك شياط ويقول لك هو انت كنت تقدر مثلا تروح تعمل فيلم زي ده كده في السعوديه، او ما اعرفش تجيب نادي زي الهلال، او نادي مثلا زي الهلال مثلا تعملها على النصر. يقول لك مثلا انت كنت تقدر تعمل فيلم زي ده مثلا في تونس وتجيب اضرب يا بدري وما اعرفش ايه. يا جماعه هي مش بالاسماء، هي مش يعني ما تقوليش بقى في تونس او في السعوديه، او الناس رهنت على الاهلي. الناس عايزه ان الفيلم ينجح، فعشان كده جابت الاهلي. ليه؟ لان الاهلي زي ما هو له مشجعين الاكتر في مصر، له مشجعين الاكتر في الوطن العربي، له مشجعين في كل وطن، له مشجعين في كل بلد في البلاد العربيه. فعشان كده هو عمل البرومو بتاع الاهلي وضامن النجاح. عمل البرومو وضامن ان الفيلم هيعدي. وبعد الكلمه اللي اتقالت، بعد الكلمه اللي اتحطت بتاع القضيه، ممكن الفيلم ده هيجيب ايرادات الجزئين اللي فاتوا ما جابوهوش. ليه؟ لان في عناصر من النادي الاهلي. راهن على الاهلي تلقى الرهان كسبان. اشوفكم على خير فيديوهات تانية ان شاء الله.